وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع. لما نبدأ الوقت نشوف مشاكل الشباب، بل مشاكل بعض الملتزمين، بل مشاكل بعض الملتزمات، بل مشاكل الشباب والفتيات، ونفاجأ بنسبة المواقع الإباحية واللي بيدخلوا عليها، ونفاجأ بنسبة الوقوع في الرذيلة والفاحشة والعياذ بالله، ونفاجأ بنسبة المنكرات ومعاصي الشهوات ومعاصي السر في أمة محمد. ولكن معاصي السر اللي وصلنا لها دلوقتي لا يتخيل ان دي شباب أمة محمد بيعملوها، لا يتخيل نسبة العادة السرية، لا يتخيل نسبة معاصي الشهوات ومعاصي السر او المستوى بتاعها. اول حاجة حتى لو وقعت افتكر ان باب التوبة مفتوح، باب التوبة ما بيتقفلش غير لما الشمس هتطلع من مغربها. حتى لو وقعت اوعى تحبط، اوعى تحطم نفسك. احنا بنتزاكى على المرض دلوقتي، احنا بنحاصر المرض لحد ما يموت، بنعمل زي اللي بيحاصر مدينة لحد ما الامدادات تتقطع عنها. هتموت حتى لو ما ماتتش دلوقتي. هو ده باذن الله اللي نعمله مع معاصي السر. حتى لو وقعت قاوم، طب افرض بقاوم وبقع، قاوم، ولما تقع قوم وقاوم تاني. على الاقل لو مت هتموت مجاهد، على قد لو مت هتموت على حسن خاتمه انك كنت بتجاهد في سبيل الله. كل واحد مننا بيعصي، ولكن كل واحد عنده معصيه صعبه ومعصيه سهله. يعني في شاب يقول لك يا عم انا موضوع النساء والبنات ده ولا فارق معايا خالص، هي المشكله في المخدرات، ما اقدرش. واحد تاني يقول لك يا عم مخدرات ايه وبتاع ايه، هي المشكله في البنات وفتنه النساء. واحد ثالث يقول لك انا المشكله ان انا يعني واحده كنت عارفها قبل الالتزام وبعد الالتزام مش عارف اجيب اخبارها، يعني الف حوالين البيت بتاعهم وخلاص، والاقي نفسي داخل على الفيسبوك قاعد اشوف هي فين ولا اخبارها ايه ولا بتعمل ايه. طب ما انت هتضيع نفسك. المهم ان المعاصي انواع. معاصي السر عامله زي المرض المزمن. المرض المزمن طبيا علاجه مش في يوم وليله. علماء التفسير في قول الله فكشفنا ما به من ضر، وربنا بيتكلم عن تفريج كرب سيدنا ايوب، قال لك ده معجزه، لان كشفنا دي كأن واحد متغطي وكشفنا الغطا. فالشفاء من اللي قعد 18 سنه عند سيدنا ايوب ده في الطبيعه حتى لما بيروق ما بيروقش مره واحده. فانت لازم تعرف ان معاصي السر دي مرض مزمن، لازم تلتزم بروشته العلاج حتى الموت. علاج معاصي السر ده شريطين قطر. الشريط الاولاني ان انت لازم تجاهد هذه المعصيه، بس تجاهدها صح بقى، مش تخبط راسك في الحيط، تتعامل معاها صح. الشريط الثاني ان اوعى المعصيه دي تعمل قطاع بينك وبين ربنا، اوعى المعصيه دي تقفل حياتك. يعني انت بتقول ايه؟ يعني انا واقع امبارح في العاده السريه وعايز ناجي النهارده درس، ايوه تيجي درس. يعني انا واقع في معصيه شهوه انت لا تتخيلها وعايز النهارده انزل اشتغل في صناعه المعروف، في الجمعيه الخيريه اللي انا شغال فيها، ولا في الموقع النت الاسلامي اللي انا شغال فيه، ولا في المشروع الدعوي اللي انا شغال فيه. ايوه تنزل، بس بعد ما تعمل الروشته اللي بيتقال عليها اللي هي ماذا بعد الوقوع من الذنب، وتنزل، لانك لو قفلت على نفسك انت بتضيع نفسك. انطلق. وده الكلام اللي احنا هنتكلم فيه يا اخواني. ما تيأسش، انت ليك رب قادر. ما تيأسش، اوعى تيأس. انت ليك رب يقدر يخلصك من كل المعاصي في لحظة، يطهر قلبك في لحظة. ما تيأسش، انت ليك رب رحيم، مش معصية هتندم بعدها هيغضب عليك بسببها. ما تيأسش، انت ليك رب تواب، لو جيت له بذنوب الدنيا كلها انت لوحدك عملتها وفي عينك دمع التوبة وفي قلبك ندم، هيتوب عليك وهيقلبها لك كلها حسنات. ما تريحش ما بين طاعة وطاعة. لما تعمل طاعة دور على اللي بعدها. اشغل نفسك في الدين، اشغل نفسك مع الصحبة الصالحة. كان من ضمنها احرق السفن، ابعد عن كل مكان بيصير شهواتك. وقفة الجامعة بتبهدلك ابعد عنها، دخلة النت بتبهدلك بلاها النت. ربنا اغلى من اي حاجة في الدنيا. لا والله انا ممكن ادخل بس خلاص حط النت في الصالة وحط وش النت للناس اللي واقفين في الصالة مثلا. على سبيل المثال احرق السفن، احرق كل طريق بينك وبين الاماكن اللي كنت بتعصي فيها ربنا او الحاجات اللي بتثير شهوتك. الهارد ديسك اللي جواك دي المصيبة الكبيرة، ان احيانا شاب يشوف فتاة يفتن بيها. ممكن تكون الفتاة اصلا وما بصلهاش اصلا، ممكن يكون شاب بيغض بصره بس هو تخيل ما بصلهاش اصلا، ممكن يكون شاب بيغض بصره بس هو تخيل ان هي جميلة وانها، وحقيقة ممكن تكون على غير هذا خالص، او العكس بقى من ناحية الفتاة. ولكن المشكلة ان هو جواه هارد ديسك من كل الافلام اللي اتفرج عليها والاغاني المعاصي زمان، فجواه هارد ديسك. الهارد ديسك ده بيتقلب مع كل تعرض للشهوة، فبيطلع خواطر وافكار هي اللي بتخليه يقع في المعصية. الحل العلاج الجذري، الحل اصلاح القلب اللي في الهارد ديسك ده، الحل فرمطة الهارد ديسك ده، الحل تطهير القلوب بالالتزام الصادق والتواجد في بيئة الايمان. وطول ما انت مستمر، طول ما انت الهارد ديسك ده بيتفرمط
تصرف من غير ما تحس. قلنا من ضمن العلاج مواجهة والاستعداد للضربة الإبليسية. هو إبليس بيضربك فين؟ في الخلوة وانت قاعد لوحدك. وانت لوحدك يبقى حصن خلوتك، املى خلوتك بالطاعة، خلي خلوتك سماع دروس، خلي خلوتك ما تروحش بيتك غير وانت خلاص ميت. هتحط راسك على المخدة هتنام قبل ما تحط راسك على المخدة. اعمل استعدادات للخلوة اللي إبليس بيضربك فيها. وهو تعمل ايه؟ ساعة ثوران الشهوة. الجزء الثالث تعمل ايه لو وقعت بقى؟ عملت الاول والثاني ووقعت، الجزء الثاني تعمل ايه ساعة ثوران الشهوة. مشكلة ساعة ثوران الشهوة دي واحد بعت لك حاجة على بلوتوث ولا حاجة وبتبص يعني انت عايز تفتح مش قادر خلاص. مشكلة ساعة الشهوة ان انت عقلك ده راح، ان انت بقيت شهوة بلا عقل. واحد خلاص يعني الافكار والعياذ بالله مثلا او الشهوة صارت خلاص هو ما عادش قادر، هو خلاص هم بالمعصية ما عادش قادر. هو مش ما عادش قادر، هو اتعمى. هو نفسه لما بيفوق يقول لك انا كان عقلي فين؟ انا ازاي عملت كده؟ هو اتعمى. اللحظة دي القرآن ما سبكش فيها. اللحظة دي القرآن اداك ازاي تتعامل مع القرآن اللي الشباب بعاد عنه. القرآن اللي ممكن شاب جديد عايز يلتزم يقول لك احنا عايزين نسمع كلام شبابي وكلام مش. يا ابني افتح القرآن، احسن من 50,000 واحد يوعظك. اسمع كلام ربنا وهو بيوعظك سبحانه وتعالى. ان الشباب يلتزم على المصحف. الصحابة كانوا بيسلموا على المصحف عشان كده كانوا بيبقوا ابطال. انما الشاب دلوقتي يدخل يسمع شريط شباب فيش ماشي يا ابني اسمع، انما لازم المصحف في حياتك من اول خطوة عشان تبقى راجل. المصحف ما سبكش في اللحظة دي، جاب لك لحظة فيها عرض المعصية سر وثوران بوعث الشهوة فيها. ده فين ده؟ في سورة يوسف. فين؟ وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الابواب. خلاص حد شايفه، خلاص اهدي معصية السر ومتعرضة ليك خلاص. ويعني ما تقوليش بقى ده انت قاعد قدام نت ولقيت جاي لك حاجه بصوره تفتحها ولا لا 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 لا. ده احنا بنتكلم في واقع تاني خالص. ده احنا بنتكلم في اشد موقف ممكن يتعرض ليه شاب لمعصيه سر. وغلقت الابواب، ودي ملكه لما تتزين تزاين ملكات، وشابه وجميله وهو شاب ومش متجوز ومحدش شايفهم، ودي سيده دنيويه. سيده دنيويه يعني لو عصاه ممكن يتقتل وممكن يتسجن وممكن يفترى على عرضه وممكن يعني موقف رهيب كله ترغيب وترهيب والعياذ بالله. وفي نفس الوقت ده في غربه، وفي نفس الوقت ده اتصلب عنده 1000 دافع انه يقع في المعصيه، وفي نفس الوقت حاجات كتير جدا. وغلقت الابواب وقالت هيت لك. ده اللي بتدعوه كمان يعني ما فيش اي موانع. وقالت هيت لك. قال ده لو بنت بصت لشاب بس بصه بيقعد يطمع ويتخيل ان هي بقى ايه، ان هي بقى يعني خلاص موافقه ان هو يكلمها. تخيل بقى بتقول له هيت لك، تهيأت ليه. وقالت هيت لك. سيدنا يوسف عمل ايه؟ انا عايزك تتعامل هنا مع لحظة ربنا قال عليها ولقد همت به وايه؟ وهم بها. هم بها طبعا على اقوال في التفسير. ابن عثيمين رحمه الله قال لك هم بها، قال لك لو انا قلت ان سيدنا يوسف ما كانش عنده شهوة النساء يبقى ما فيش بطولة ان هو يبعد عنها. ده البطولة ان كان عنده الشهوة ومع ذلك لوجه الله قاوم. يعني شايفين ابن عثيمين بيجيبك كمان لناحية ايه في قول الله وهم بها؟ يعني قال لك ده راح منك. طبعا ده مش موقف سيدنا يوسف بس ده الموقف الخارجي اللي تعرض ليه سيدنا يوسف. ولكن احنا عايزين بقى نعمل اللي عمله سيدنا يوسف هنا. هتعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى القرآن جايب لك الروشتة في الموقف ده. اول حاجة قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. ما الاخ يجي يقول لي والله جاهدت وقاومت وبرضه وقعت في العاده السريه. يا ابني لحظه الشهوه انت اتعميت يا ابني. تقاوم مين؟ المقاومه بتاعته اتحلت في هذه اللحظه. امال الحل ايه؟ قال رقم 1 معاذ الله. تقول انجدني يا رب، اغثني يا رب. معاذ ده العوذ بواحد لما واحد يجري ويستخبى ورا حد وهو مفزوع ورا ده العوذ. معاذ الله اغثني يا رب. ارفع ايدك وقول اغثني يا رب. ارفع. انا مش هقول لك قوم اتوضى وصلي ركعتين، انت مش قادر ساعتها. انما ما تقدرش تقوم رافع ايدك وتقول يا رب انا هضيع، يا رب انجدني، يا رب اغثني، يا رب اعوذ بك من هذه المعصيه. مش ممكن ما تقدرش تعمل كده. فكر نفسك بقول الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. لو انت الوقت ماشي بعربية وجات حملة والظابط واقف تقدر انك تكسر اشارة؟ لا يمكن. طب ربنا بيقولك وهو معهم. ملك الكون مش ظابط وانت معدي وعايز تكسر اشارة. وانت بتكسر حد من حدود ربنا تذكر وهو معهم. وانت
تكسر حد من حدود ربنا تذكر ألم يعلم بأن الله يرى. تعلم ولا لا تعلم؟ طب الجزء الثاني من الروشته ايه؟ وانا بقول يا رب وبستغيث وبفتكر قول الله انه لا يفلح الظالمون، انا هضيع نفسي لو وقعت في المعصيه دي. الجزء الثاني ولقد همت به وهم بها، اهو ده اللحظه اللي انت عايز تعرف علاجها اهو، لولا ان راى برهان ربه. عايز تعرف علاجها اهو، لولا ان راى برهان ربه. ربنا سبحانه وتعالى بينجي عبده، بينجيه ليه؟ افتكر وتذكر. طب ربنا لو سابني ليه؟ اوعى تسيب نفسك لحد ما تبقى رخيص عند ربنا سبحانه وتعالى. وانه من عبادنا المخلصين. رقم 2 واستبق الباب. هي دي النقطة الثانية الخطيرة جدا. النقطة الأولانية بتقول يا رب، طب وبعد كده هتفوق شوية، هتبدأ نار الشهوة تهدى شوية، هتلاقي معية ربنا بتتنزل عليك. رقم 2 اجري من المكان اللي انت فيه. استبق الباب. عايزك تتخيل منظر سيدنا يوسف بيجري من المكان ده. انا لازم اسيب الحتة دي. استبق الباب. والمعصية والشهوة بتقض قميصك من دبر، قطعت له القميص بتاعه وألفيا سيدها لدى الباب. اللهم لك الحمد. جه الفرج. ربنا بيقول لك طريقك مش هيطول، ما تخافش. مشكلة ان الشاب ممكن يجي ساعة الوقوع في المعصية يعتقد المعصية يا ابني ده هي مجاهدة وافتقار دقائق وهتلاقي كل ده راح. ابشر، ربنا ما بيسيبش طريق عبده يطول ابدا. واستبق الباب. اجري من المكان ده. اتصل بواحد صاحبك فجأة فورا، استعين بصديق. انت فين؟ تعالى ننزل نروح المقابر. طب انا مش يعني مقابر ايه يا عم؟ انزل روح العب جيم يا عم، انزل روح ماتش كوره. اخلص من المصيبه اللي انت هتقع فيها دي. ويأس واحباط والعياذ بالله، وسوء ظن في الله، وسوء ظن بالنفس، وسواد في الدنيا، واحساس بان الدنيا سودة، واحساس بان انا منفعش، وانا عارف ان انا مش نافع، واحساس ان انا لو اتكلمت في الدين او عملت حاجه في الدين انا منافق، واحساس ان خلاص ضايعه. اللحظه دي بقى نعمل فيها ايه؟ انتوا عارفين المشاعر دي اشد عند ربنا من المعصيه نفسها اللي انت عملتها. المشاعر دي كبائر. المشاعر دي والعياذ بالله ممكن تدخل جهنم. المشاعر دي افظع. فالمشاعر دي لازم ان احنا نقف معاها. اول حاجة 6 حاجات بعد الوقوع في المعصية. رقم 1 اوعى تحبط. دي اول نقطة، اوعى تحبط. النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب الخمر من الصحابة، من الصحابة وشرب خمر ديت لا معاصي السر الوقتي. يعني الخمر ايامهم زي معاصي السر الوقتي، هي دي كانت المعصية تحت السر ايامها زي معاصي السر الوقتي كده. لما وقع وواحد شتمه او لعنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ لا تعينوا الشيطان على اخيكم. اعين الشيطان عليه ازاي؟ ما هو الشيطان الوقت ماسك ودنه، مش هتقدر، انت ما انتش نافع. مش انا قلت لك انك مش نافع؟ مش هتقدر. الكلمة اللي الشيطان بيحطم بها قلب كثير جدا من الملتزمين ويخليهم ينتكسوا بها، مش هتقدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن، ما من ايه؟ من عبد مذنب، من عبد عبودية مؤمن. الله، ده النبي بيتكلم عن واحد مجتهد في الدين الا وله ذنب. يا نهار ابيض، ده النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن الملتزمين جدا. عبد مؤمن يعني مش اي حاجه، عبوديه وايمان، الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. انا مش واقع في مره، لا ده بيقوم ويقع. وفي روايه لا يفارقه حتى يفارق الحياه. يا نهار ابيض. ان المؤمن خلق مفتنا توابا نساء، وفي روايه نسيا اذا ذكر. يعني ايه الحديث الخطير جدا ده؟ الحديث الصحيح ده، ما من عبد مؤمن. خدوا بالكم، يعني معناه ان ده راجل ملتزم، ان في واحد وقع في معاصي السر واستهتر. دي نقطة خطيرة جدا يا جماعة. ايه يعني وقت ما انا بعمل ومنطلق في الدين وبعمل طاعات وبصلي وبعمل ايه يعني؟ كلمة ايه يعني دي بقى مصيبة. انك تعتقد ان عباداتك معاصيك قليلة جنب عباداتك، دي مصيبة. انما في واحد تاني مهما كان بيعمل من طاعات، اول ما وقع في معصية سر
تاب وأناب وندم واستجاب إلى الله وجدد التوبة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم